السياسي الديني يعني. ولما انا بقول انه كانت معركتي معاهم لان هم اللي كانوا فعلا بيستخدموا شعارات دينيه وكانوا بيكفرونا وكانوا بيبدعونا، يعني كل حاجه في الدنيا يعني. وفي الحقيقه من ضمن اهم الاسباب اللي مخلياني بتمنى ان انا اكون جوه البرلمان ان انا عندي بعض خلفيات دينيه هتمكنني من ان انا اقدر اعبر عن حقيقه الدين لما الناس دي تستغله عشان تمرر بيه حاجات او كده. ولو حصل حاجه مضاده مش هتكون مني ليها وانما منهم لينا احنا الاثنين او للكتله المدنيه عموما يعني. استاذ محمد. ايوه يا فندم انا معاكي. انا جميله اسماعيل. هستاذنك يا استاذه منى. اتفضلي. يعني طبعا احنا لسه الفرز شغال وربنا يوفقك او يوفق الاستاذ عمرو. انا في الحقيقه ما تدخلتش اطلاقا خلال اسبوع الاعاده وما واجهتش اي اصوات زي ما انتم عملتوا في الحقيقه من خلال الكتله وتوجيهكم للاصوات في الكنائس، ولا كمان مارست الانتهاكات اللي مورست من قبلك شخصيا. وانا مش بتكلم هنا عن الكتله لانه انا شفت ممارسات الكتله كقائمه وما كانش فيها اللي حضرتك شخصيا كنت بتعمله، فكره البطاطين وانابيب البوتاجاز واللي هي الهدايا والرشاوى الانتخابيه المقنعه او المباشره حتى واللي هي مرصوده من بعض الجهات الرقابيه. انا ما قدمتش طعن وما بقدمش طعون، غيري يقدم، احتمال يتنظر فيه احتمال لا. لكن اللي عايزه اقوله لك انه انا كان نفسي اشوف في مرشح المصريين الاحرار في هذه الدائره ممارسات تتناسب مع قيام ثورة 25، قيم ثورة 25. كنت أتمنى أنه مثلا ما نلاقيش أن الغاية تبرر الوسيلة في فكرة أنك تحط إيدك مثلا في إيد مرشح الحزب الوطني ونائب الحزب الوطني سابقا هشام مصطفى خليل، وقد شهدت معاه ومع مدير أعماله أكثر من مرة. يعني استخدام الحزب الوطني واستخدام رموز الوطني علشان نكسب المعركة واستخدام نفس الأساليب. يعني أنا بعتقد أنه كل ده ما كنتش أتمنى أشوفه في مرشح المصريين الأحرار. ومع ذلك مبروك عليك المقعد أو مبروك على الأستاذ عمرو أيا كان. ويا رب بس تقدروا إن شاء الله ربنا يوفقكم في البرلمان وتكون فعلا على مستوى المسؤولية فيما يخص عشرات الآلاف من الناخبين اللي خرجوا أجهدوا نفسهم علشان ينتخبوك.